من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال، حكمت محكمة الأموال العامة الابتدائي بأمانة العاصمة بما هو آت. أولاً، إدانة بلقيس علي غالب الحداد وعيسى أحمد سعيد ثابت الصلوي بارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما في قرار الاتحاد ومعاقبتهما على ذلك بالحبس 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليار و729 مليون و358 ألف. ثانيا، إدانة باسم عبد القوي أحمد يحيى الصلاحي وحنان عبد اللطيف عبد الله غيلان بارتكابهما الوقائع المنسوبة إليهما في قرار الاتحاد ومعاقبتهما على ذلك بالحبس 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهما، وإلزامهما بتسليم مبلغ 5 مليار و661 مليون و321 ألف و900 ريال يمني. ثالثا، إدانة علي أحمد علي الحاج بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس 10 سنوات مع إلزامه بتسليم مبلغ 67 ألف ريال سعودي، 50 ألف سعودي الذي سحبها، الذي كانت بلقيس قدمتها قطعة في عمارة وشلها بعد ما حبست بلقيس، و17 ألف سعودي استلمها من الذي كانت مسؤول عن المشغل. رابعا، إدانة عبد الحكيم ناصر علي الجنيد بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه. وإدانة سماح ناصر علي الجنيد بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها في قرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليها، مع إلزام المدانين سماح الجنيد وعبد الحكيم ناصر علي الجنيد بتسليم مبلغ 4 مليون ريال سعودي بالتضامن والانفراد، وإلزام المدان سماح ناصر الجنيد تسليم مبلغ 415 مليون و47 ألف ريال يمني التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة. سادسا، إدانة محمد عبد الله حفيظ بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس 10 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه وإلزامه بتسليم مبلغ 130 ألف ريال سعودي التي استولى عليها من أموال الضحايا. سابعا، إدانة أحمد عبد الرحمن صالح السنباني بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس 7 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه. إدانة محمد عبد القادر المخلافي بارتكاب الوقائع المنسوبة إليه في قرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالحبس 7 سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه. إدانة أنيسة محمد أحمد أبو عسكر بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها، مع الاكتفاء بالمدة التي أمضتها في الحبس ووقف التنفيذ عن باقي المدة، مع إلزامها بتسليم ما استلمته من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 9 مليون و615 ألف ريال. إدانة نبيلة حسين دويد بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة تبدأ من تاريخ القبض عليها مع وقف التنفيذ عن باقي المدة، مع إلزامها بتسليم ما استلمته من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 88 مليون و260 ألف ريال يمني. إدانة زينب عبد الرحمن السقاف بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 35 مليون و30 ألف ريال يمني. إدانة أحلام محمد علي بن بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 5 مليون و430 ألف ريال يمني. إدانة تغريد لطف محمد العبادي بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 8 مليون و615 ألف ريال يمني. إدانة حنان محي الدين المحني بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 8 مليون و79 ألف ريال يمني. جميع المبالغ التي ذكرت تورد للنيابة العامة لإعادة توزيعها على الضحايا. إدانة شيماء محمد عبد الله الجنداري بارتكابها الوقائع المنسوبة إليها في قرار الاتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزامها بإعادة
الأموال التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 55,735,000 ريال يمني. إدانة جميلة سنان حسين المالكي بارتكاب هالوقعة المنسوبة إليها في قراءة اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة الأموال التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 7,325,000 ريال يمني. تورد للنيابة العامة إدانة خولة إبراهيم حامد المصباحي بارتكاب الوقعة المنسوبة إليها في قراءة اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة الأموال التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 2,530,000 ريال يمني. إدانة ندوة قاسم أحمد الحصامي بارتكاب الوقعة المنسوبة إليها في قراءة اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة الأموال التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ قدره 8,740,000 ريال يمني. إدانة فاطمة حمود علي السمحاني بارتكاب الوقعة المنسوبة إليها في قراءة اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وإلزامها بإعادة الأموال التي استولت عليها من أموال المساهمين تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 2,855,000 ريال يمني. إدانة أماني محمد أحمد الحباري بارتكاب الوقعة المنسوبة إليها في قراءة اتهام ومعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ وقدره 40,036,000 ريال يمني. إدانة إلهام عبد العزيز غالب الخلقي بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها في قراءة اتهام وعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة الأموال التي استولت عليها من أموال الضحايا تحت مسمى عمولة مبلغ قدره 7,640,000 ريال يمني. إدانة ذكرى عبد الله قادم بارتكاب الوقائع المنسوبة إليها في قراءة اتهام وعاقبتها على ذلك بالحبس سنة مع وقف التنفيذ مع إلزامها بإعادة المبالغ التي استولت عليها